في فئة من الشباب بيخاف يرتبط ببنت شخصيتها قوية، والراجل اللي بيخاف ياخد الخطوة دي بتبقى غالبا شخصيته أصلا ضعيفة ومش واثق في نفسه. فخليني أقولك الفرق ما بين المسترجلة والقوية عشان تعرف تفرق وتعرف تختار صح، لأن في فرق كبير بينهم. البنت اللي شخصيتها قوية مش بتعلي صوتها بس صوتها مسموع، مش بتتخانق فعلا بس بتعرف تحط حدود بينها وبين أي شخص غريب عنها. مهما اشتغلت وبقى عندها بيزنس عمرها ما تمحي أنوثتها، دايما أنوثتها بتلمع وسط قوتها، وبتعرف امتى تخرج ده وامتى تمنعه، لأن أكيد مش في كل الأوقات البنت لازم تبرز أنوثتها لكل الناس، لأن أكيد عارفين إن في فرق ما بين إن أنا أكون في شغل وشخصيتي هنا تكون شخصية مهنية عملية، وما بين إن أنا أكون في البيت تكون شخصية مختلفة تماما عن الشغل، وده بنسميه ذكاء ومش أي بنت تعرف تعمله. البنت المسترجلة بقى بتعمل عكس ده، بتحاول تثبت نفسها دايما بالصوت العالي بالكلام الجارح، بتتعامل دايما بالندية والعند، وده حرفيا بيدمر علاقات كتير. بتكون مش واثقة في نفسها، وده على عكس البنت اللي شخصيتها قوية مهما كان شكلها ايه، بس هي عندها ثقة في نفسها وحابة شكلها جدا. البنت المسترجلة بتبقى مختلفة في طريقة لبسها، في طريقة كلامها، في طبعها، فبتلبس دور دايما مش دورها. ولو انت شايف ان كل البنات واحد فدي مشكلتك انت، لو شايف ان كل البنات بنفس الطبع ونفس الصفات برضو دي طريقة تفكيرك انت. فلازم تفرق كويس ما بين البنت اللي عاملة حدود واللي واثقة في نفسها، وما بين البنت اللي بتلبس دور مش دورها اصلا، وهنا تعرف تختار صح.